مع ضد ويجز مش رابر. ضد. يعني هو رابر ولا رابر. نقطة. ندخل على فقرة مع أم ضد، ومعانا 10 أسئلة مع أم ضد. هتقول مع أم ضد وليه. مع أم ضد أرسنك رابر مينستريم. تصدق انا كنت مش تمام. أنا على فكرة السؤال سألتك كنت قايله لي مع ضد ارسنك اندر جراوند. عكسناها عشان تبقى اصعب. ارسنك اشهر رابر اندر جراوند. بس مش مينستريم. اشهر رابر اندر جراوند. خلاص ولو فضل على القوه اللي هو فيها دي واستمراريته دي وذكائه واجتهاده في الشغل ده، عادي السنه الجايه يبقى من التوب فايف. بس هو دلوقتي مش مينستريم. هو اشهر رابر، اشهر واحد في الكوميونتي بتاعنا، ووصل للناس العاديه ووصل للدنيا كلها. مع حسب مقياسك للمينستريم ده عامل ازاي. مع أم ضد. مينستريم مع والله امبارح قال لي ضد. انت امبارح قلت لي ارسنك اندر جراوند، قلت لك ضد. اشهر رابر حقيقي مينستريم. انت حولتها لشوته. مع أم ضد بروجكت احمد جي الاخير وقع اسمه اكتر ما رفع الاسماء اللي كانت معاه. وقع اسم جي؟ لا طبعا. يعني شايف البروجكت الاخير رفع اسماء الناس اللي معاه، ما وقعش اسم جي. ولا ده ما كان ملوش لازمه. كبروجكت ملوش لازمه رفع اسم جي. طبعا. ازاي؟ المينستريم جدا. طبعا. هو لا يهتم للاندر جراوند بشيء، ان هو يقرر ان هو يعمل البوم كله صارف على نفسه وكلها بتتعاون لنجاح الالبوم، فده اندر جراوند جي. فان هو يشتغل مع منهم ناس انت اول مره تشوفها، يبقى الراجل ده بيسبورت رابرز. انت بس مش انت كانت ممكن فلان مش متقبل ده لانه هو متعود يشوف جي مع فروتو، جي مش عارف مع مين، فايه اللي جاب جي لناس مثلا لسه جديده. فطب ما الراجل بيسبورت اهو، الراجل بيدور على ناس مواهب. يعني احمد جي بالنسبه لك هو بيسبورت الاندر جراوند بالالبوم الاخير بتاعه. طبعا. ودي حاجه تحسب له جدا. طبعا. ومين اللي عمل الكليب؟ هل احنا اللي عملنا الكليب؟ هل في حد ليه مصلحه في الموضوع؟ الرابر اللي عمل اسم حاجه مع جي. يبقى هو رفع اسم الناس ولا لا؟ شكرا. كلها اتقدمت باحسن شكل اندر جراوند، الناس كلها بتحب بعض، كل واحد عرف يساعد البروجكت ده ان هو ينجح باي شكل، عمل كده. والناس اللي بتصور تبع جي، واللي كان عطلان في حاجه بيعرف يعمل حاجه. الدانسرز لما طلعوا مع هلا شريف، دول صحاب هلا شريف وصحابنا ومش عارف ايه الكوميونتي بتاع الدانسرز بالظبط. فاهم؟ فهو كلنا مع بعض عشان كبرنا الحاجه دي. الراجل حاطط فكره حلوه جدا عايز يعمل بيها حاجه، فهو لا ما وقعش اسم جي خالص، بالعكس ده هو الراجل يعني رفع من اسم جي بالبروجكت ده ولا رفع من اسم جي في منطقه معينه؟ ده اللي انا هقوله لك. هو كده جي كبابليك فيجر لا خلاف عليه، لا خلاف عليه، بياخد ريسبكت من الكوميونتي بتاعنا. انت مش لازم تبقى عشان خاطر تخش انه يا جدعان عادي. لا طبعا بروجكت عظيم جدا. شوت اوت يا جدعان لاحمد جي. يا جدعان الراجل ده اقنعني والله، اقنعني. انا مش شرط ان انا بسال الاسئله دي معناها ان انا واخد صف الاسئله دي. انا الاسئله دي بجاوب ريلز عايزين سؤال قوي. بسال سؤال قوي. انا كمحاور ككونتنت كريتور قوي. ايه انت بتهاجم احمد جي اصلا؟ انا بهاجم احمد جي؟ انا لسه مكلمه مع ضد التراكات الكوميرشال. مع التراكات الكوميرشال، بس ما تخلاش عن شكل الاصلي. 2017 2018 2019 كان ايه الكوميرشال في مصر ان انت تعمل راب؟ ليه في 2020 غيرنا القاعده دي؟ ليه دلوقتي من اول 2020 عشان الراب ادم زي ما انت قلت. ادم ان الراب 3 سنين ادم. الراب ده اتطور 600 مره. ما جينا في فتره من الفترات كان الكوميرشال ان انت تعمل دريل. طلعت ندب ولا بدي حق، انا باجي في الجد ما جيش في حق. الدريل دي اسوأ موجه عدت على مش قصتي بقى مش عاجباك ولا مش عاجباك، ماليش دعوه. يبقى قبلها اي حد كان بيعمل راب كان بيروح. بعد كده لما ظهر التراب والاوتو تيون كان اي حد بيعمله كان بيروح. لو تتجنن تبقى فريك، لو تتجنن تبقى فريك. دلوقتي الراب مش هو اللي بيعمل كده، عشان خاطر الناس اللي بتعمله تخلت عنه. البلاي ليست بتاعتك فيها راب صح، وفيها بوب وفيها شعبي وفيها صيني وفيها هندي وفيها بتنجاني ايا كان. ايوه فاهم. تمام. كوميرشال واعمل كالتشر واعمل محن واعمل كهن عادي. ايه المشكله؟ اللورد مع التراكات الكوميرشال طبعا. اللورد ده مش مع ام ضد مروان بابلو اوفر ريتد. ضد طبعا. مروان بابلو مش اوفر ريتد. لا. مروان بابلو مثلا ما بيعملش الوان كتير، او مش غير في اللون الواحد اللي هو انا جامد. في ناس مثال ابي يوسف هو عنده فرايتي في موهبته. في ناس تانية هو عنده نقطة واحدة بيمسك النقطة دي يقعد يطورها بس هو مش هيروح لنقطة تانية. يعني مش هو بيطور هنا هيروح لنقطة تانية يبتديها من الصفر. انا جامد في الحتة دي، انا هفضل اطور فيها بحيث ان انت ما تزهقش. هل تحب تسمع البخت بصوت مروان بابلو؟
هو باشا مسك نقطه طلع لها محاور بتاعتها تراب ومش عارف وايه وايه وايه، وطلع لهم كذا الشعبه بتاعتهم وهي كلها في نفس النقطه، وطورهم جدا لحد ما وصل فيهم لحته ليفل الوحش. فلا طبعا الراجل واخد حقه جدا. مع ام ضد محللين الراب؟ لا معاهم، بس انا بكره التقليل. جمهور الراب ومحللين الراب اللي بيقعدوا يهاجموا دول على خطأ. يعني انا كنت لسه بشوف فيديو لجوزيف لقيته بيقول انتوا مش عارفين مين جاي كول، جاي كول فلان الفلاني حكايه الروايه اللي منهم الرابرز بتوعنا بيسرقوهم. عمل تراك مع جي كول اللي احنا بنشف منهم دول، هو اشتغل معاهم. مين ليه اصلا اسرق جاي كول؟ فانا دخلت بقول له بيسرقوهم، فلقيت كومنتس جمهور الراب بيشتموا الرابرز، بيقول يا اسطى كلها حراميه، ايوه يا اسطى كلها مش. وبعدين يا ابني انا لو هروح اسرق مش هسرق اللي انت تعرفه. يعني مثلا يجي واحد يقول لك ايه تراكك ده يا صاحبي شبه تراك ابي يوسف، يعني انا سبت رابرز المجره رحت اسرق من اللي ساكن في الشقه اللي جنبي؟ انا مراعي برضو ان جمهور الراب متأزم في حته ان هم حسوا ان ان الرابرز باعوهم، وان اللي لسه معاهم مستنيين بس فرصه عشان يبيعوهم. بس انت دورك كمحلل ان انت توعي الناس. يعني انا كنت دايما بقول ايه، فاكر فتره كده لما كان بيقول لك انتوا اكيد جمهور دورك جاي، انتوا جمهور البخت، انتوا جمهور البخت المجلم اللي مش عارف ما يلمنا معانا. انت دورك كهيب هوب هيد تقول للناس ايه، بصوا يا جدعان الراب ليه سكيلز، والسكيلز بتاعته حاجه اسمها المالتي سيلبل. المالتي سيلبل هي طريقه عملها كذا. ليه؟ عشان الفان اللي بدا يتعلق بالراب، ما هو دلوقتي انا فان مش فاهم حاجه، حبيت الراب، لقيت فيه جروب بيتكلم عن الراب، قلت رايي. تسلخوه ليه؟ يعني انتوا بتمسكوا الواد ده تسلخوه ليه؟ انا ضد. قايل لك اصلا، كنت قايل لك انا محدث بس مش تتعلم، بتوعي في نفسك. انا مشكلتي بقى في جمهور الراب ومحللين الراب اللي مش عايزين يعلوا من نفسهم. انا بحب جوزيف جدا بس اللقطه دي زعلتني منه. وفي ناس بتسرق يا عم، في ناس بتسرق، ما تربطش كل في كل. ليه بنتكلم دايما في العيوب وما بنتكلمش في مميزات؟ بالعكس ده مصر دي فيها فرايتي جدا. برامج الباتل راب، الباتل زون، راب اورداي، المفشخه، القاهره والراب، القاهره والراب، بيف كاست ومش عارف يا نهار، كل ده موجود. وفي الاخر يقول لك اصلا كل اللي بيحصل عندنا ده مسروق. ساعات في بيت مثلا رابر ينزل عليه يخرب الدنيا، اروح انا رابر تاني معروف برضه اخد نفس البيت اغني عليه. الحوار ده موجود. خلي ده بقى يحصل عندنا في مصر. يا لهوي. خلي بالك في برضه نقطه، ان الرابر هناك بيعمل لو التراك نجح بيعمل له كذا لون او كذا فيرجن. مثلا انت ما بتشيرش للشاب ده عشان مش مشهور، بس بتشير ده عشان مشهور، عشان الناس تقول ده شاير ما تحورش على نفسك يا اسطى. انا كام مره اعمل تراك يطلع شبه حد اصلا انا ممكن ما اعرفش مين ده اصلا. اقسم بالله يا عم يوسف، في مره عملت تراك اقسم بالله طلع شبه اغنيه تايتانيك، اقسم بالله نفس الفلو تايتانيك والله العظيم. كان لينا واحد صاحبنا في مره سمعنا تراك، فاحنا كلنا بنسمع ومقطمين وبتاع، فبيقول لنا يا جدعان هو مالكم في ايه؟ قلت له مفيش حاجه وبتاع. فهو صاحبي جدا فخدته على جنب، قلت له يا اسطى التراك مشفوف وبتاع. قال لي من مين يا اسطى؟ رحت جايب له التراك، قال لي اقسم بالله ما اعرفه. ما هي الفلوهات واحده عادي، ساعات بتتخبط في بعض. ليه انا بحب شيكو؟ واهلا بيكو في الشيكو شيك. لان شيكو بقى بيخوف الرابرز. انت عايز عشان ايه؟ يعني دايما انا بقول ايه، شيكو مناره الراب في مصر. ليه؟ الراجل اتعرف، ارقامه عليت جدا، فيديوهاته عليت جدا، والراجل ما بيسميش. عامل تراك متلصقني ومشقلبني واقلب، هيسلخك. انت سمعت يلا؟ ومش هيسلخك، هيهينك، يقول لك تراك عادي حلو مش عارف ايه قابل الكومنتس بقى. فانا متاكد ان ناس كتير جدا وهي بتقعد تكتب تراكاتها بتفكر في شيكو. هو هيعمل عني فيديو هيخلي 1000 واحد 2000 واحد يخشوا يهينوا اهلي. طبعا مؤثر جدا. لازم التراك يبقى فيه سكيلز. يعني لازم، انا حاسس ان ساعات مش لازم، يعني مش ساعات لازم مثلا في تراك حزين انا مش عايز اسمع سكيلز، مش لازم يعني بس قدرني كتابيا ماشي. يعني زي ما بقول لك، انا زي ما كنت من شويه بقول لك كده، انا سمعت رابر لسه هيبتدي، والشاب ده وعد يعني، مش وده تصريح من هنا، الشاب ده هيبقى حاجه عظيمه. يعني عشت في اماكن ما تستحملش تقعد فيها ساعه، ما فيهوش سكيلز، باين انه قاعد فكر فيه وكتبه، فاهم يعني؟ ما يبقاش متلصق يعني. ما تلصقنيش يعني. على فكره هو الاصعب من ان انت تكتب كلام صعب ان انت تكتب كلام سهل مش كرنج. سلام، كلام احسه قصدك. تبقى كل حاجه ليها ليركساتها. بالظبط. شكرا. هي ده ملخص اللي انا قلت، كل حاجه وليها الليركس بتاعتها. مع ام ضد ابي يوسف راحت عليه. مين ده اللي راحت عليه؟ ابي يوسف. ايه يا عم احنا هننظر مع بعض، ده ما بيزرعش عليه. طول ما الراجل ده موجود احنا موجودين، ولو مش موجود احنا موجودين برضه، بس نبقى مقلقين شويه. ينزل تراك ليوسف انت لازم تجري تشوف ايه اللي بيحصل. لو بابلو نزل تراك فانت عارف انت داخل تسمع ايه. بقى مديني حته من زمان ولا مديني حته جديده؟ وهل الراجل دلوقتي واخد اتيتيود الحزين ولا داخل يشتم في الناس؟ مين اللي تروح عليه؟ مروان موسى خلي بالك برضه من الناس اللي مش تتوقع هي هتنزل ايه. ماشي، ما انا ما قلتوش. انت بتلعب معايا. انا بالنسبه لي بقى الذي فقد قلبه ده من اعظم الحاجات اللي حصلت. هديك رايي اطلع اجري. مروان موسى احسن من ابي يوسف.
لا انت هتقولها في الحلقه. انا هسيبها في الحلقه. بص حافظ عطس. مروان موسى احسن من ابو يوسف؟ انا ما بشوفش حد احسن من حد بصراحه. انا شايف مروان موسى اعلى واحد في السين. هو عطس تاني. دي اشاره ان انا اشيلها تقريبا. انا ما بشوفش حد احسن من حد، على قد ما كل واحد عايز يقول ايه ويقولها ازاي. الناس كلها جامده، بس انا بالنسبه لي انا خايف اقولها الراجل يموت. خلاص يا جدعان ابو يوسف بقى. مع ام ضد البنات اللي بتراب؟ انت اصلا مستني السؤال ده من اول حلقه، انت عارف انه هيجي. في حضوري بيثبتهم وبيقعد اللي ماشي. لا طبعا مع جدا. اصل دي مش ثقافه احنا اللي بنالفها يعني، موجوده في الكوكب كله، وخلي بالك هي اصعب عليهم ما هي اصعب علينا. او رايي اقول انا رايي المستمع عامه، صوت البنت الرقيق ما ينفعش يطلع يقول انا بشلف واضرب والعن ما واسب هو دي. مين اللي بيقول انا بشلف واضرب وبعض؟ مين ده انهي بنت اللي بتقول كده دي؟ مين؟ اي واحده بتراب عادي قول لي عادي، احنا ما عنديش مشكله. مين يعني؟ هجيب لك مثلا ليلى فضه مثلا. الليله فضه قالت انا بضرب وبشلف وبعور وبتاع، دي بتقول لك مش حب قصد- بس ايه لا يا اسطى. ورد في البوكيه. اتكلم في تراكات، في تراكات ثانيه، في تراكات ثانيه، دي تراكات قشطه. اصلا لو في راجل طلع قال لك بقطع وبتاع، ده اصلا ذرات. بس بحسها مش لايقه ان هو مثلا ايه اللي هو انا بيفليكس، مش عارف احس ليه الفليكس يا دي ما معلم؟ تنفعش. لا ما عشان كده بقول لك هي عليهم اصعب ما هي علينا. احنا عندنا مليون ريفرنس. اسمع البنات بره بيقولوا ايه، يعني هتقول لك انا بجيب ميك اب كبيره أيوة. ونعمل ايه وبحط ايه فين. هم ما عندهم، هم صعب قوي. انا ما اعرفش دول بيكتبوا ازاي. يعني هي لما بتمسك كده القلم او بتفتح نوت ايا كان مين مش عارف يعني، فاهم؟ بنت وخلاص. انا متاكد تفضل عامله كده شويه. افتكرت نفسها ازاي فاهم؟ بتلاقي مثيره للاهتمام المستمر. بالظبط. هتطلع تقول ايه؟ هتطلع تقول انا مش هينفع. طب هتطلع تقول انا مش هينفع برضه. فان هم بيعملوا كده فشاخ. هالة شريف دي يا نهار ازرق، ايه ده بجد والله بتكلم بجد. والله ما انا معاك. انا هالة شريف ارتست مرعب. انا اقدم من كل اللي بيسمعوا راب دلوقتي وبيغنوا كل الناس دي. مني يا عم تقريبا مش عارف اقدم مني ولا لا، ما اعرفش. اقدم مني انا. بس انا سمعتها وانا صغير. فاهم حاجه؟ كانت بتغني جيمنج. لا من قبل الجيم وقبل الكلام ده كله. كانت بتغني شعبي ولا بتغني راب. كانت عامله تراكات مع شاهين، وكانت عامله تراكات مع تمام. شاهين اوفر ريتد. عنده 7 ونص. افاتار. فلا لا 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 طبعا ما فيش الهبل ده. لا احسن من شاهين العبقري. لورد اللي قال كده. ايه ده؟ ما قلتش كده. فلا انا مع ان البنات تراب، بس هم لسه محتاجين يلموا بعض. سايفر بقى. واي حد بيشتمهم فلاح. ما عنديش مشكله انت ما تحبش التراكات، بس ما تشتمش. تشتمش لا، وما تقولش كده ما كده. ينفعش البنات ما كده ترابش. كده. عادي ان انت ما يعجبكش راب البنات، مفيش اي ينفعش مشكله. وربنا يكتر الكوميونتي بتاعنا كله رجاله وستات وكلاب وحيوانات وزرع ونباتات. النهارده احنا عامله بتحبيني وهي مني جده. مع ام ضد لورد الرابر اندر ريتد. كده ولكني إيه لن اسكت. ليه اندر ريتد؟ انا ما شبعتش الناس من دي. بس انا مش هقعد اقول اصل هم قفلوا قناتي، اصل انا لما عملت العمليه تعبت. انا ما شبعتش الناس من دي، فهو خطا مني ويجب عليا اصلاحه. وده اللي هيحصل اليومين الجايين. سافر يا جماعه اللورد. لا سافر اللورد والله. حافظ اللي بيبدا الكراود على طول. ممكن تسال كل اللي حواليا، حافظ يوسف وبتاع، هنطلع اليوم في الاستوديو نعمل تراكات، نجرب، نرمي، نمسح، نجدد، مش عارف ايه اعوض الناس ان شاء الله. راجع يا جدعان رسمي وسمعني تراكات لا كتير. رجعنا خلاص. لا انت بنتكلم على اللي جاي. انت الراجل مسمعني حوالي 4 تراكات هينزلوا بس، فترقبوا يا جدعان جديد. يا جدعان في سايفر ان شاء الله يبقى لسه ما نزلش الراجل ده، ونادر سمير وسويسي ومو موت راب سيرف. انتاج بلو روم، انتاج الناس دي مش عارفهم. بقى فرعون ما اعرفوش بس اكيد راجل جامد. يا اسطى قول تعرف. مش عارف ليه لا، بتقول كده؟ هو ليه راجل- تصمم يلا تبقى ما اعرفوش بجد. مش بقى. مع ام ضد ويجز مش رابر. ضد. يعني هو رابر ولا رابر. نقطة. ايه كيمو. والله مش بتبخ؟ ها يا عم انا عملت صوت جديد في الراب، انا عايز اتشهر، انا ماليش دعوه. اقعدوا بقى يجيبوا تراكات ليا قديمه وانا بقول ايه وبيتشيز. انا عامل تراك اسمه كمين اصلا. بس الاسئله دي يا ابني بتسالني يوميا. اسالك سؤالين بقى ليهم علاقه ببعض دلوقتي. قول يا حبيبي. انت بتقول لي ماشي جنب الحيط، ده انا قلت خونه وكلاب وبعتوا ويعملوا ايه يا عم انت شاتم ناس مش هتشوف الحلقه. هنشوفوها ان شاء الله. اقلد لك ارسنك. اقلد لك ارسنك كمان واحده. صح. بيقعد يعمل
عامل ايه يا ماما؟ بس انا نفسي اعرف ايدي فعلا. شقيته بايد الحمد لله انا شقيت. لا هو اصلا اول ما بتفتح كليب مو ده كان بيتكرر. فباذن الله يا جدعان تركبوا الجديد وتركبوا باقي الحلقات. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب وتفعل زر الجرس. بس يا جماعه شاف اللورد. شاف اللورد. حلقه اتبسطت بيها جدا. عرفت حاجات كتيره جدا. بجد انا من الناس الصعب قوي تغير وجهه نظرها، بس راجل غير وجهه نظري في حاجات كتير جدا. لا راجل عالمي يا جدعان بصراحه. الله يخليك. احمد صالح بنفسه في طنطا في الاستوديو بتاعي. سبيشال جيست عربيه حافظ. اخوها هو بقى. اخوك كبير. عكس كل الفات ده كان قلبي ده اللي اتداس.